ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل الطعمية البيتي بكل كده تفاصيلها وكل تكاتها وحركاتها. بس الأول كده نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله. معانا بقى هنا الفول المدشوش بتاعنا، وده نص كيلو وشوية كده يعني كام جرام. طبعا اخدته كده بقى نقيته، لازم يتنقى الاول وتبصي فيه كده الاول، يكون فيه كده يعني زلطة حصواية، حباية كده لونها غامق ولا حاجة تطلعيها. طبعا بقى هناخده بقى نغسله كده غسلة حلوة لان بيكون فيه تراب، لحد ما تبقى ميته بيضة زي القشطة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى يتنقع مثلا اكتر بقى من 3 4 ساعات. ممكن تنقعيه من بالليل للصبح او من الصبح للمغرب، زي ما انت عايزة او زي ما انت متعودة. انا هنا نقعته في مية مغلية عشان كنت مستعجلة يعني وعايزة اعمله. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد ما نقعته بقى تصفي كده المية من عليه، وبعدين تشطفيه برضو شطفة حلوة كده مرتين 3 لحد برضو ما يبقى كده لونه أبيض وزي القشطة. معانا ايه بقى، وتسيبيه بقى كده في مصفى يتصفى. بعد كده معانا الكرات البلدي بتاعنا اللي هو اساسي في الطعمية. لو ما عندكيش ممكن كزبرة او ممكن بصل اخضر بالعروق بتاعته، بس انا هنا عشان معايا كرات هاخد بس راس البصل الخضرا اللي انتوا شفتوها. ومعانا بقى كده 5 فصوص من التوم مقطعاهم، وبصلاية بيضة كده حلوة. ومعايا اساسي هريسة الشطة في عجينة الطعمية او الكفتة او ايه، زي ما انتوا بقى بندخلوها في الوصفات بتاعتنا كلها. وطبعا قرن فلفل اخضر كده سبايسي. بعد كده بقى بدأت كده بالفول بتاعنا وحطيته كده في الكبة لحد ما يبقى كده ناعم زي الحرير. بالراحة بقى كده على الكبة بتاعتك علشان احنا مش بنزودوله مية. وزي ما انتوا شايفين بقى كده جماله وحلاوته، ولا نقطة مية ولا سوايل ولا اي حاجة. هنا بقى يا بنات معانا بقى ايه البهارات بتاعتنا طحنينها زي ما انتوا شايفين. انا بحب لما اعمل بصارة او طعمية او كفتة اطحن بهارات فريش واحمصها بقى كده على النار، بتدي بقى كده للاكل نكهة جميلة. هنا بقى نزلت بالبصلة والخضار بتاعنا اللي هو الكرات، على البصلة الخضراء الراس بتاعتها، على التوم، على هريسة الشطة، على بقى ايه التوابل بتاعتنا، كمون وملح وكزبرة ناشفة. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ونطحنها تبقى مجروشة، مش نطحنها تبقى فيها مية يعني تعصريها كده في الكبة أو الخلاط تنزل مية، لا، تخليها كده مجروشة زي ما شفتوا معايا بالظبط. بعد كده نزلت بقى بالعجينة بتاعت الفول زي ما انتوا شفتوا عشان تتجانس بقى كده مع الخضار، وهتديكي بقى احلى عجينة طعمية او فلافل زي ما بنقوله. طعمية فلافل كلها تحفة وكلها روعة، وحاجة كده بسم الله ما شاء الله. وحاجة بقى في البيت أحسن من المطاعم وأنضف، خصوصا في الحر بقى اللي احنا فيه، والعرق بقى اللهم صل عليك يا نبي والحشرات وكده. لا، عمايل ايديكي وتبقى كده كل حاجة قدامك ومغسولة وبايديكي، وزي ما انت شايفة بالظبط نظافة زي ما انت شايفة. بسم الله ما شاء الله. هنا زينت بقى كده العجينة بتاعتنا ونزلت عليها برشة الكزبرة الناشفة اللي انتوا شايفينها حصى زي ما انتوا عارفين. بحب بقى احط عليها كده رشة من الكزبرة الناشفة الحصى وتكون متحمصة، ورشة بقى من السمسم يا بنات، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. بس السمسم تتحط في العجينة لما تكوني هتقليها، مش وانت بتحفظيها في الفريزر، لان السمسم فيه زيوت ويعمل لك كده خزازة او ريحة خزازة كده في الطعمية.
لما تشيلي الحاجة الطعمية، عجينة الطعمية او الكفتة، تشيليها من غير ايه اللهم صل عليك يا نبي، رشة البيكنج صودا اللي احنا حاطينها او الكربوناتو والسمسم، عشان ايه ما بيبقى مش مستحب في التفريز او في التخزين. هنا بقى بنقلي الطعمية بتاعتنا، وهنقول لكم بقى ايه على الحشوة اللي احنا هنحشيها. هنا ممكن تحشيها بقى ايه، اللي هي البصلة اللي هي بالتقلية، بصلة بقى بتومة بالشطة بكمون بكزبرة زي ما انت عايز. انا بقى حشيتها هنا حتة جبنة تركي زي احمد، ربنا كده يمسيه بالخير، هو كان بيحبها كده بالجبنة التركي، بتدينا بقى كده نكهة جميلة وطعمها بيبقى تحفة. وطبعا الجبنة التركي يا بنات بتدي كده للأكل كده نكهة جميلة، وبيكون فيها مطة كده، خصوصا بقى والطعمية سخنة، تاكلي بقى واحدة واتنين وتلاتة، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. هنشوف مع بعض كده الجبنة وهي سايحة كده في الطعمية، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، واذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وطبعا احنا محطناش البيكنج صودا او البيكنج باودر الا واحنا بنقلي، يعني ما تحفظوهاش في الكياس وانت بتشيليها في الفريزر، عشان ايه مش مستحب وبيسمرها. شوفوا بقى كده جمال الطعمية وحلاوتها، وبقول لكم شايفين الجبنة سايحة بقى كده وجميلة ازاي. هنشوف مع بعض كده الجبنة وجمالها في الطعمية، حاجة كده بسم الله ما شاء الله يا بنات، حاجة كده الله أكبر. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، واذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وممكن تعملي عجينة الطعمية في الخلاط، بس في الحالة ديت كده هتمشي الخلاط كده بشوية مية. انا بصراحة عمري ما عملتها في الخلاط، على طول ودايما بعملها في الكبة بتاعتي. ايه رأيكم في جمال الطعمية وحلاوتها؟ حاجة كده بسم الله ما شاء الله. عمايل ايديكي ونظافة، شايفين الجمال والحلاوة، شايفين الجبنة كده وهي سايحة في الطعمية، تاكلي كده واحدة واتنين وتلاتة، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. يا رب بألف هنا وشفا على قلبنا وقلبكم وقلب كل اللي شاف وقلب كل اللي هياكل. هنا بقى يا بنات عشان نكمل أكلتنا الحلوة، هنقلي كده كام قرن من الفلفل الأخضر وكده، وتقليهم وتخليهم كده لونهم كده حلو ومش غامق، ويبقى كده يعني يضايقك كده يضايقك في الاكل كده، لا خليه كده لونه كده فاتح وحلو كده، علشان كمان ما يحماش كده على صدرنا. هنحطه بقى كده في السندوتشات بتاعتنا واحنا بنعملها. احنا دايما او معظم اكلنا سندوتشات، عبارة عن سندوتشات. وانا لما كنت بروح عند اخواتي علمتهم بصراحة السندوتشات، كنت اقعد بقى اعمل لهم كده الحاجات الجميلة ديت، وحضر لهم بقى السندوتشات. كانوا يقعدوا يقولوا لي على طولة بالك يا هالة، وعلى جمال السندوتشات من ايديكي، والله الواحد مش بيشبع من اكلك، ربنا يديك الصحة. صراحة كانوا بيدعوا لي يعني براحة البال وطول العمر والصحة. ربنا يا رب يحفظهم ويحفظ اخواتكم واخواتنا جميعا يا رب العالمين. ويا رب كده يريح بال كل واحدة مننا يا رب مع اهلها ومع اخواتها، ويسعدها يا رب كده ويدينا الصحة والعافية، ونفضل نخدم في بيوتنا ونعمل لهم أحلى حاجة. هنا بقى بوريكم الجبنة ديت عبارة عن ميكس جبن، بتتشرى كده جاهزة مع الشطة بقى كده، ومشطشطة شطة حمرا وشطة خضرة، بتبقى سبايسي كده، بتبقى تحفة. بيسموها عندنا جبنة مش ميكس أو مشكلة. وكان عندي بقى بقيت سلطة الطحينة اللي كنا عاملينها، وعملت بقى يا بنات احلى سندوتشات طعمية، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال وشايفين الحلاوة، وكانت سخنة بقى كده وجميلة. بس هي بصراحة محتاجة حد وراكي انت تقلي، وهو بقى يجهز السندوتشات او يحضر بقى الاكل عليكي، عشان تبقى سخنة كده وجميلة ومشطشطة كده مع السندوتشات، حاجة كده تحفة. يا رب كده الفيديو بتاعي يكون عجبكم، وان عجبكم ما تنسوش
تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد مني. ويا رب كده دايما فرحانين ومبسوطين وزايدين دايما دايما مش ناقصين. اشوفكم على خير في فيديو جديد، واستودعكم الله، مع الف الف سلامة. باي باي، واسيبكم بقى تكملوا الفيديو.